السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واخيرا لقيت الطريقه والمذاق اللي كنت كنقلب عليه ديال شوربات العدس اللي كنت كنشرب تقريبا يوميا ملي مشيت لتركيا. احسن من احسن الشوربات اللي ممكن انكم توجدوا، والاهم في هذا الشيء سهله بزاف بزاف. تابعوا معايا الطريقه من الاول حتى الاخير، ما تنساونيش من تعليقكم ولايكاتكم. اليوم غنشارك معكم من احسن شوربه عدس ممكن تذوقوها على الاطلاق، وبطبيعه الحال راها صحيه مليون في المية. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غنحتاجوا البصله تكون متوسطه، حبه ديال الجزر حتى هي تكون متوسطه ما تكونش كبيره بزاف، جوج ديال فصوص الثوم حتى ل3 على حسب. انا كنقطعهم على جوج وكنحيد لهم داك اللب اللي تيكون في الداخل. المهم غتقطعوا هذا الشيء عشوائيا لان كلشي غادي يتطحن من بعد. غير هو حاولوا انكم تقطعوا الخضر الى قطع اللي صغيره شي شويه، ما تكونش كبيره بزاف، بما ان العدس دغيا كيطيب، ماشي يطيبوا كلهم في دقه واحده. هنا كيف لاحظتوا راني قطعت هذا الخيزو هكا دي غونديل، ومن بعد كنقطعهم على جوج. كذلك بالنسبه للبصل حتى هو غادي تقطعوه على جوج، وانكم تحاولوا انكم تشلضوها، ماشي صغير بزاف، ولكن المهم كيف كتلاحظوا هنايا كيف ما قطعتوها الصراحه راه غادي طيب لكم. البصله دغيا كطيب، غير هو خيزو انا كنفضل انني نقطعوه صغير شي شويه. غنضيف واحد الكميه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق كبار، هي كتجي فيها زيت الزيتون بزاف زوينه. كنضيفوا بالنسبه للتوابل عندي الملح، شويه ديال الابزار، انا ما كنكثرش الابزار بزاف حيت الدراري ديالي كيحماقوا عليها كيبغيو يشربوها. عندك الكمون، وكنزيد واخا الوليدات كيشربوها ما تيحسوش بهاد اللذه ديال الحار، يعني كندير غير واحد شويه، ولكن الا عزيز عليكم الحار غير ديروا الحار تتجي رائعه حاره. كنزيد شويه ديال البابريكا، تنخلط هذا الشيء وكنديرها فوق نار متوسطه. كنبقى ضروري ما تشحروا الخضره ديالكم، باش ما شحرتوها كتعطيكم واحد المذاق زوين بزاف. ممكن نزيدوا واحد طريف ديال الزبده صغيور، ماشي مشكل، حتى هو مره كنضيفو تيبننها. صافي كنسد عليها وكنخليها تشحر مزيان. هنا الا لاحظتوا راني طيبتها في الكوكوط، ولكن راه ما كنسدش على الكوكوط، غير حيت هاد الكوكوط عندي متوسطه هي اللي كتجيني فيها هاد الشوربه. القياس ديالها هو هذاك، عندي وحده كبيره وحده صغيره بزاف، هذه اللي كندير، ولكن راه ما كنسدش عليها. بغيتو تسدوا عليها سدوا، زعما ما تاخذش لكم بزاف ديال الوقت. عندي هنا 200 غرام ديال العدس الاحمر اللي كنكون نقيت وغسلت مزيان هكا بالماء، وكنصفيه وكنزيدو على ديك الخضر. في نفس الاثناء راني دايره الماء يطيب في مقراش اولا في البويواغ على حسب. صافي كتحاولوا انكم تشحروا هاد العدس مع ديك الخضيره. غنضيف معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، مطيشه الكونسونطري الطوماط، وتنشحر هاد الشيء مزيان. من بعد غنضيف الماء الكافي اللي غيطيب ليا هاد سميت هاد الشوربه. بعد الخطرات حتى كنطحنها عاد كنحدد، حيت انا ما كنبغيهاش تكون ثقيله بزاف وما كنبغيهاش تكون جاريه بزاف، يعني بين وبين. كنقدر كاع حتى الاخر ملي كنطحنها كتبان ليا خاصها شويه، كنزيد لها شويه ديال الماء طايب وتنخليها كتغلي شويه وكنطفي عليها. بالنسبه للخضر كيف ما لاحظتوا انا استعملت خيزو والبصله والثومه فقط. كاين اللي كيدير البطاطا، انا ما تعجبنيش فيها وما كتجيش زوينه، كتجي بحال كتعجنها. المهم انا ما كتعجبنيش، كندير غير هاد الشيء. ديروا الوصفه كما شاركتها معكم وغتشوفوا المذاق اللي كيكون، حيت غادي نضيف لها واحد الاضافه هي اللي شكلت دارت واحد الفارق في المذاق، وعرفت بان هذاك الحاجه اللي كتضيفوها هي اللي كتعطي داك المذاق اللي كتكونوا كتشربوه في شوربات العدس التركيه. هنا خليتها طابت تقريبا 30 دقيقه، كنتاكد غير من الخيزو واش طاب، اما العدس راه دغيا كطيب. صافي كنطحنها هكا بالميكسور. الا ما عندكمش ميكسور ديال لينوكس بحال هكا ما طحنوهاش وهي سخونه، يعني خليوها تتبرد، اولا الا عندكم داك المونينكس ديال الزاج طحنوها فيه وهي سخونه. المهم الحاجه اللي فيها البلاستيك ما ديروهاش مع هكا الحاجه اللي كتكون سخونه. صافي هنا انا طحنتها، كنشوف القوام ديالها واش هو هذاك. تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء الا بغيتوها تجي جاريه اكثر من هكذا. انا هكا هذا هو القوام اللي كيعجبني. صافي، والاضافه اللي كتشكل وكتعطي واحد المذاق رائع جدا هي النعناع المجفف. النعناع المجفف عرفتي كينقلها كيف كيقولوا الى عالم اخر، كتجي رائعه من اروع ما يكون. كنشري هكا النعناع مجفف، كنحيد لي دوك العويدات وداك الشيء وكنطحنو، وكنضيف تقريبا واحد نص معلقه صغيره. ما كنبغيش نكثر بزاف باش عاوتاني ما يطغاش هذاك المذاق ديال النعناع على العدس. كتجي شنقول لكم، راه ما يمكنش، راه
اخطر شوربه من الشوربات اللي كنحمق عليهم انايا. نقدر نشربها يوميا، ما عنديش اشكال. صافي هنايا كتخليها تغلي واحد شي شويه، ملي ضفنا لها هذاك النعناع المجفف وكنطفيو عليها وكنقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جربوا هاد شوربات العدس او لا يجربوها بطرق اخرى، جربوا هاد الطريقه هذه وحاولوا تدخلوها في الماكله ديالكم او في التغذيه ديالكم، لانها صحيه بزاف وكتجي رائعه. بالنسبه للوليدات هكا ولفوا لوليداتكم شوربات اللي كيكونوا صحيين، ما كيحسوا حتى شي حاجه فيها، شي حتى من الحار ما كتجيهمش حاره، تالمو هي بنينه بزاف ما كتجيهمش حاره، كياكلوها وكيحماقوا عليها. واللي جرب هاد الوصفات خلي لي تعليق تحت الفيديو كيف جاتها، اكيد غتعجبكم وغتعتمدوها. ولا بغيتوا وصفات اخرى ديال الشوربات حتى هكا مع مقربه ديال فصل الشتاء ان شاء الله تنحتاجوا الشوربات بزاف، خليهم لي في التعاليق، راني غادي نشارك معكم وصفات اخرى ان شاء الله. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم، طبقوا توصلوا لي صديقاتكم كيف العاده، ما تنساونيش من تعاليقكم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.